في واحدة من اللقاءات التدريبية كان في واحدة من المتدربين قاعدة بتتكلم على خبرتها مع الشغل، وازاي ان هي سابت شغلانة بتكسب منها فلوس كتيرة جدا جدا جدا، وجت تشتغل شغلانة بفلوس اقل قوي قوي قوي. والأوضة ساعتها اتقسمت نصين، ناس عمالة تقول لها انت ازاي تعملي كده، ازاي تضيعي شغلانة من ايديكي بتاخدي فيها فلوس بالعملة الصعبة، تاخدي فيها فلوس كتير قوي، عشان تيجي تاخدي شغلانة تاخدي فيها فلوس قليلة بالعملة المحلية. وابتدت ناس تبقى معاها وناس تبقى ضدها. لكن الحقيقة لما ابتديت اقعد معاها وابتدت تحكي عن هي ليه سابت شغلها، اكتشفت ان هي سابت شغلها عشان العيلة، عشان تقضي وقت مع عيلتها. وان هي قالت انه عيلتي اهم واقيم بكتير من الفلوس، لان الفلوس بتروح وتيجي، لكن عيلتي لو راحت عمرها ما هترجع. ولما ابتديت افكر في الموقف اللي حصل ده، اكتشفت انه هناك ما يسمى بالقيمة عند هذه السيدة. القيمة عندها هي قيمت عيلتها بمبلغ أكبر وأهم من الفلوس، وبقية الناس اللي كانت قاعدة جوه الأوضة قيمت الفلوس وقدرتها إن هي أهم وأكبر من العيلة. والحقيقة القيمة حاجة من الحاجات اللي بتحكم تصرفاتنا كلنا. دايما القيم هي اللي بتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، نبقى بنتصرف في الموقف ده ازاي، ايه الحاجة اللي احسن من التانية. لانه القيمة هي كأنها المرجع او المقاس اللي انا بقيس عليه الصح والغلط، اللي المفروض اعمله واللي مش المفروض اعمله. وبناء عليه في اختيارنا لاشغالنا وفي اختيارنا للكليات اللي احنا بندرسها هناك قيم بتحكمنا. فلو انا عارف ان انا بقيم العيلة اكتر من الفلوس، في شغلانات كتيرة هتبقى بعيدة عن ذهني، مثلا زي شغلانة مهندس البترول اللي بيقعد فترات طويلة قوي بعيد عن اسرته وعن بيته وعن عيلته، وبعدين بيرجع للعيلة فترات تانية وبعدين يمشي تاني. فلو هو مقدر قوي العيلة هيبقى مش قادر يشتغل الشغلانة ديت. وبناء عليه القيم الشخصية بتاعتي هي اللي بتحكم اختياراتي، سواء إن كانت في اختيار الكلية بتاعتي أو في اختيار الشغلانة بتاعتي، لأن القيم بتقولي إيه الصح وإيه الغلط وإيه اللي ينفع أعمله وإيه اللي ما ينفعش أعمله. وبكده تكون القيم هي واحدة من الفلاتر أو المصفات اللي إحنا بنصفي من خلالها الكلية اللي هنخشها، أو بنصفي من خلالها الشغلانة اللي إحنا هنشتغلها.